إحنا كلنا حفظنا فيديوهات شنطة الولادة، البيجامة والروب وطقم البيبي والبامبرز والببرونات. بس حد سأل قبل كده فين شنطة الأمومة نفسها؟ مش الشنطة اللي بتتلم في يومين قبل الولادة، أنا بتكلم عن الشنطة اللي المفروض نبدأ نجهزها قبل ما نبقى أمهات. في سؤال على طول كنت بقف عنده: إزاي بنستعد لأي حاجة في الدنيا؟ لو جايلنا شغلانة بنذاكر ونسأل ونحضر السي في، لو عندنا امتحان بنسهر ونذاكر، ولو عندنا انترفيو بنتمرن على كل سؤال ممكن يتسأل. ونيجي عند أكبر وأقدس مسؤولية في عمرنا كله، مسؤولية إن روح كاملة هتيجي الدنيا من خلالنا، وهنبقى إحنا عالمها الأول، ونقول لما يجي هنبقى نشوف. ربنا يسهل. الأمومة مش بتبدأ في أوضة الولادة، الأمومة رحلة بتبدأ قبل كده بكتير، بتبدأ من لحظة ما تسألي نفسك: هو أنا عايزة أبقى أم أصلا؟ ولو طب أنا عايزة أبقى أم عاملة إزاي؟ وبتبدأ كمان من اختيارك للشخص اللي هتبني معاه الرحلة دي. أول حاجة في الشنطة هي اختيار الشريك. قبل ما تفكري هتجيبي إيه للطفل، فكري هتجيبيه مع مين. الشخص اللي هتختاريه ده مش هيبقى مجرد زوج، ده هيبقى شريكك في كل خناقة تربوية هتحصل بعد كده. هتختلفوا على الفلوس، على المدرسة، على طريقة العقاب، وعلى الحدود، على الدين والقيم والشاشات، وعلى تدخل الأهل، وعلى مين اللي هيصحى بالليل وهو مش قادر يفتح عينه. حاجات عمرك ما تخيلتي إنها هتبقى موضوع خلاف، وهتبقى هي صلب الخلاف. فأهم حاجة تحطيها في شنطتك وانتي بتختاري شريك الحياة: هل عندنا قيم مشتركة نعرف نرجع ليها لما نتوه؟ هل بنعرف نختلف من غير ما نهين بعض؟ هل هو شخص مسؤول بجد ولا كلام؟ هل أقدر أتخيله أب؟ هل هيبقى أمان لأولادي؟ والأهم، هل إحنا أصلا متفقين إن إحنا عايزين نخلف؟ وإمتى؟ انتوا مش مطلوب منكم تكونوا شبه بعض، بس المطلوب إن يكون عندكم أرض صلبة كفاية تقفوا عليها سوا لما الريح تشد. تاني حاجة، اعرفي انتي داخلة على ايه. ما ينفعش تشتري قبل ما تفهمي. تخيلي انك طالعة رحلة مدتها مش سنة، مدتها عمر، رحلة هتعدي على تضاريس مختلفة، طقس بيتغير كل شوية، وميزانية بتطلع وتنزل، وأوراق وتأشيرات ومطبات مش معمول حسابها. هتعملي ايه؟ هتذاكري الرحلة، وهتسألي اللي سافروا قبلك، وهتعملي خطة، وهتسيبي مساحة كبيرة للي مش في ايدك. فما بالك برحلة بتصنعي فيها إنسان هيكبر وهيبقى مستقل وعضو في المجتمع، وبإذن الله ابن صالح ليكي وامتداد ليكي في الدنيا. دي مش تفصيلة صغيرة، دي حياة، ومن حقك تدخليها وانتي فاهمة ملامح الطريق، مش داخلة وانتي ميح. ومش لازم تبقي خبيرة، ولكن ما ينفعش تبقي مش عارفة أي حاجة. تالت حاجة، التحضير الصحي. لو الحمل متخطط له، فدي نعمة إن عندك وقت تستعدي. ابدأي اعرفي جسمك بجد، شوفي صحتك العامة، ايه الأدوية اللي بتاخديها، وهل محتاجة مراجعة مع دكتور قبل الحمل. اتعلمي بشكل عام عن الحمل والولادة والنفاس والرضاعة، المعلومات بتطمن وبتقلل الصدمات. رابع حاجة، اتعلمي عن الطفل نفسه قبل ما يجي. مش لازم تستني الولادة علشان تفهمي يعني ايه بيبي. اعرفي بدري ازاي اشيل مولود بأمان، ايه وضعيات النوم الآمنة، نوم حديث الولادة عامل ازاي اصلا، ايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي، الرضاعة الطبيعية ايه الطبيعي فيها في الاول، امتى اقلق وامتى اطلب المساعدة، ايه هي التطعيمات الاساسية والتطعيمات الاضافية، الدكتور بيتابع النمو ازاي، وايه هي منحنيات النمو. ومهم تفهمي ان الارقام اللي على المنحنيات هي مش حكم على ابنك، هي مجرد خريطة بتقولك احنا ماشيين فين، ومش شهادة نجاح وسقوط. خامس حاجة، اتعلمي قبل ما تشتري. قبل ما تشتري أي حاجة افهميها. الحفاضات ايه أنواعها وايه مشاكلها المشهورة، طب ايه اللي يناسب ميزانيتي وايه اللي يستاهل ادفع فيه وايه لا. الببرونات، هل محتاجة 6 ولا واحدة كفاية، وامتى فعلا بحتاج نوع معين. اللبس، اشتري كام قطعة، هل اشتري لبس حديث الولادة كتير ولا هو كده كده هيصغر في اسبوعين. والأجهزة، ايه اللي هيسهل حياتي بجد، وايه اللي شكله يجنن على الانترنت ولكن لو اشتريته هيتركن في الدولاب بعد شهر. ابدأي اعرفي مين الناس اللي بتبيع حاجات بري لوفد، لانك ممكن تشتري حاجات حالتها ممتازة وتوفري مبلغ كبير جدا من سعرها. وده في حد ذاته درس أمومة مهم، ازاي افرق ما بين الاحتياج الحقيقي وما بين استهلاك بيطمني لحظيا. الطفل مش محتاج 50 جهاز علشان يحس بالأمان، الطفل محتاج أم هادية. سادس حاجة، اختاري هتسمعي لمين، ودي أخطر نقطة في الشنطة. الإنترنت زحمة، كل حد بيقولك اعملي كذا، والتاني يقولك اوعي تعملي كذا، والتالت يقولك لو ابنك عمل كده يبقى متأخر.
والرابع يقولك مفيش غير طريقتي هي اللي صح. اعرفي إن مش كل حد عنده مليون متابع هيبقى عنده إجابة تناسب بيتك. دوري على مصدر موثوق مبني على علم، طبيب أطفال تثقي فيه، متخصص نمو، متخصص تربية فاهم، وفي نفس الوقت اسمعي للأمهات، خبرتهم بتدفي. بس طول الوقت فرقي ما بين جملتين، ما بين ده اللي حصل معايا ودي تجربة تحترم، وما بين ده الصح المطلق لكل الأطفال، لأن دي قاعدة وهمية. سابع حاجة، اسألي نفسك أنا عايزة أربي إنسان عامل إزاي، مش بس أنا عايزة ابني يطلع الأول على الفصل. لأ، اسألي سؤال أعمق، هو أنا عايزاه يبقى رحيم، مسؤول، يعرف يقول لأ، يعرف يحترم نفسه قبل ما يحترم الناس، يعرف يطلب المساعدة من غير ما يحس إنه ضعيف. دي قيمك، البوصلة بتاعتك. لو انتي مش عارفة بوصلتك هتعيشي طول الوقت برد فعل، ابنك يعمل حاجة فتردي، حد يقولك كلمة فتغيري طريقتك، مامتك تقول رأي، صاحبتك تقول عكسه، فتلاقي نفسك بتربي تربية مش شبهك أصلا. تامن حاجة، اعملي الصورة الكبيرة. مش بقولك اعملي خطة من الولادة للجامعة، ولكن ارسمي ملامح بيتك. ايه شكل العلاقة اللي نفسك فيها ما بينك وما بين ابنك؟ ايه شكل بيتنا؟ هادي، منظم، في ضحك؟ ايه دوري وايه دور بابا وايه دور الجد والجد؟ ايه موقفنا الواضح من الضرب، من الصريخ، من الشاشات، من الاستقلالية، من التعليم؟ ومش لازم تلاقي إجابة مثالية لكل ده دلوقتي، مجرد إنك بدأتي تسألي الأسئلة دي انت كده بتحطي الأساس. تاسع حاجة، افهمي مراحل الطفل. خدي فكرة عن الخريطة، طفرات النمو، التطور الحركي، التطور اللغوي، النوم والتغذية، الأكل التكميلي اللي بيبدأ حوالين 6 شهور حسب جاهزية الطفل وكلام الدكتور، ايه الأكلات اللي بنبدأ بيها وازاي أقدمها بأمان، ايه هو خطر الاختناق، وايه الأكلات اللي ممكن تعمل حساسية، وامتى أجري على الدكتور. انتي مش مطلوب منك تبقي دكتورة أطفال، انت مطلوب منك تبقي بتعرف تسأل السؤال الصح في الوقت الصح. عاشر حاجة، اعرفي فين المساعدة قبل ما تحتاجيها، ودي النقطة اللي بننساها كلنا قبل ما البيبي يجي. مين دكتور الأطفال اللي هتابع معاه؟ فين أقرب طوارئ كويسة؟ فين التأمين والخدمات اللي ليكي؟ مين الشخص اللي لو تعبتي هيقدر يشيل معاكي ساعة؟ ومين هيساعدك في الأكل وفي البيت؟ أكبر كدبة اتبعت لنا إن الأمومة مشروع الوان وومن شو، وإن البطولة إنك تعملي كل حاجة لوحدك. بس دي مش بطولة، دي طريقة سريعة للاحتراق. الأمومة محتاجة قرية، حتى لو القرية دي قرية صغيرة من شخصين. رقم 11، حضري نفسك نفسيا، ودي أهم حاجة في الشنطة. انتي ممكن تقري كل كتب الدنيا وبعدين يجي يوم البيبي يعيط فيه ساعتين متواصلين وانتي مش فاهمة ليه، فتحسي انك فاشلة وإنك مش بتحبيه كفاية، وإن الأمومة طلعت مش زي الصور. بس عايزة أقولك على حاجة، الأمومة مش شعور واحد. ينفع تحبي ابنك جدا وفي نفس الوقت تبقي مرهقة، ينفع تبقي ممتنة ومخنوقة في نفس اليوم، وبرضه ينفع تبقي سعيدة ومش عارفة تعملي ايه. وده مش معناه انك فشلتي، ده معناه انك انسانة. بس في نفس الوقت ما ينفعش نستخدم الجملة دي علشان نهمل نفسنا ونقول ما كل الأمهات تعبانة. اعرفي امتى تطلبي المساعدة، واعرفي ان طلب المساعدة مش ضعف، ده جزء من الأمومة القوية. رقم 12، اتعلمي انك مش هتتحكمي في كل حاجة، ودي النقطة اللي أنا نفسي اتعلمتها بصعوبة. انتي ممكن تحضري وتخططي وتشتري أحسن حاجات في الدنيا، وبعدين البيبي يجي ويطلع بني آدم بجد، مش كتاب ومش فيديو بنتفرج عليه. ده بني آدم ليه شخصيته وطباعه واحتياجاته اللي مختلفة عن كل اللي قريتيه. وهنا بتحصل أهم مهارة في الأمومة، إعادة التشكيل. أنا مش هرمي كل اللي اتعلمته، ولكن هاخد الجوهر وأشكله على مقاسنا إحنا، على مقاس طفلي وعلى مقاس بيتي وظروفي. انت كده بتربي طفل حقيقي، مش بتنفذي كتالوج. وآخر حاجة هحطها في الشنطة هي التواضع. تواضع انك مهما قريتي ابنك هيعلمك اكتر، ومهما خططتي في لسه حاجات هتفاجئك، ومهما اقتنعتي بطريقة ممكن بعد سنة تغيري رأيك تماما، وده طبيعي. أنا بحب التفاصيل وبحب أدور على نوع الحفاضات والببرونات والمقاسات والأجهزة، بحب على طول دماغي تبقى مرتبة وفاهمة أنا داخلة على إيه. ولكن اللي اتعلمته وجهزته ده مش قانون ليكي، أنا بشاركك تجربتي، انتي خدي منها سؤال ما كنتيش فكرتي فيه،
فكرة تنورلك حتة وسيبي الباقي لو مش مناسب ليكي، لأن الهدف عمره ما كان إن كل الأمهات تربي بنفس الطريقة. الهدف إن كل أم تدخل الرحلة وهي واعية بنفسها، واعية بطفلها، وواعية بحجم الأمانة اللي ربنا حطها في إيديها. وكده شنطة الأمومة هيبقى فيها معلومات ووعي واختيار شريك وصحة واستعداد نفسي وقيم واضحة وصورة كبيرة ومصادر موثوقة وشبكة دعم ومرونة وتواضع. ومش لازم الشنطة تكون كاملة قبل ما البيبي يجي، جزء كبير منها أصلا هيتملي بعد ما يجي. لسه هتتعلمي من ابنك وهتعرفي نفسك وحدودك، هتكتشفي ان في حاجات كنتي فاكراها مهمة طلعت مش مهمة، وحاجات ما كنتيش عاملة لها اي حساب طلعت هي كل حاجة. الفرق كله انك بدل ما تدخلي رحلة مغمضة تدخليها وانتي عارفة ان هي رحلة كبيرة ومستعدة تتعلمي طول الطريق. الأمومة مش امتحان لازم تدخليه حافظة كل حاجة، بس برضو ما ينفعش تدخليها من غير ما تقري ولا صفحة. قوليلي بقى، لو انتي لسه ما بقيتيش أم، ايه أول حاجة هتحطيها في شنطتك؟